يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا النهارده نعمل شويه ورق عنب بالعكاوي، بس حاجه كده خرافيه. دايما اقول عليه صنف عزومات. والله العظيم عمري ما عملته عندي في عزومه الا لو كان اول صنف يرجع لي الاطباق بتاعته من قبل ما العزومه تبتدي. بجد حاجه مشرفه جدا. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لكم على كل التكات، لان احنا هنسوي العكاوي مع ورق العنب، مش هنسويها منفصله لوحدها. طبعا مش هقول لكم قد ايه بتضيف طعم، وشوفوا قد ايه ورق العنب مستوي ويعني بصوا. انا مش هتكلم كتير، تعالوا نشوف كده مع بعض هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معايا بقى دلوقتي كده اجيب حله فيها شويه زيت، وهنسخن الخلطه بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا. الخلطه احنا عملناها مع بعض كميه حلوه محترمه كده، وفرزناها في الفريزر. طلعت منها كيس دلوقتي على التجهيز على طول. هبدا ان انا اسخنه في شويه زيت واغليه كويس، وبعدين هغسل مقدار الرز اللي انا هحتاجه للمحشي كويس، وهصفيه من الميه، وهضيفه على الخلطه بتاعه المحشي. هديله بقى تقليبه كده كويسه مع الخلطه، وهسيبه يشرب كل الميه اللي فيه، عشان الرز لو كان فيه ميه او الخلطه لسه فيها اي صوص يعني مش متماسك شويه. فهنقلبهم مع بعض كده لغايه ما يشربوا الميه، وهطفي عليهم واسيبهم يهدوا على جنب. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى هعملها بعد الخلطه ان انا هسلق ورق العنب. الورق العنب برضو عندي متفرز، وعايزه اقول لكم ان الجديد نزل اصلا دلوقتي. يعني ورق العنب الجديد نزل في السوق اليومين دول، بس طبعا الاسعار خياليه زي ما احنا عارفين يعني. هديله بقى تقليبتين كده 3 حلوين كده، يعني مش عايزاه يتهري مني. وبعدين هشيله من الميه، وهغسله غسله كويسه، يعني هشطفه شطفه كويسه كده. وبرده هسيبه يهدى جنب الرز على بال ما نعمل هنشوف هنعمل ايه في العكاوي. تعالوا بقى نشوف كده معلقه سمنه محترمه كده وحلوه. هسيبها تتقدح كويس، انا عايزاها يعني تكون مقدوحه جدا، وده علشان يعني تديني اللون اللي انا عايزاه بسرعه، والعكاوي ما تنزلش ميه. هبدأ بقى ان انا ارص العكاوي كده واحدة جنب واحدة كده. العكاوي دي بقري. طبعا مش بتتغسل، يعني الحمد لله كانت نظيفة معايا وحلوة جدا. فهبدأ بقى ان انا ارصها جنب بعض كده، مش فوق بعض، علشان برضو انا مش عايزاها تنزل المية بتاعتها. واحدة واحدة بقى هنبدأ نقلبها كده زي ما انتوا شايفين. هي اخدت لون معايا من تحت اهو. انا محتاجة ان انا اديها لون كويس، لان اللون ده هو اللي هيطلع معايا في اخر الوصفة. يعني اللون اللي انا بديها لها في التشويحة الاولانية دي هو اللون اللي بيطلع معايا في اخر الوصفة. فهشوحها بقى كده من كل الاتجاهات، من فوق من تحت كده، من الجوانب، لغاية ما اتأكد ان كلها اتشوحت كويس. تعالوا بقى نشوف هنديها توابل ايه. الملح، وفلفل اسود، وسبع بهارات، حبهان مطحون او حب مفيش مشكله، لورا مطحونه برضو مفيش مشكله. وهنزل ببصلايه متقطعه اربع، وطماطمايه متقطعه اربع. انا عايزه اشوح الطماطم والبصل مع العكاوي، علشان انا حالا يا دوب كده اكمل تشويح للعكاوي، وهنقلها خالص بقى في الحله اللي انا هحشي فيها. خلاص انا مش هسويها ولا هضيف عليها ميه. انا هحط الميه بعد ما انقل العكاوي في الحله بتاعه المحشي. خلاص شوفوا التحميره لونها عامل ازاي. شوفوا اللون كده جميل قوي قوي كده. هبدأ بقى انقلها في الحلة او في طبق بره، وهحطها في الحلة معاكم. وعايزة اقول لكم بقى ان انا علشان كده شوحت الطماطم والبصل مع العكاوي. ليه بقى؟ السمنة والطماطم والبصل مع التوابل وريحة العكاوي كده، هم دول اللي هيعملوا لي الشوربة اللي انا هسوي فيها المحشي. شوفوا اصلا هي باين عليها شكلها عامل ازاي، شوربة شوربة يعني. هسيبهم بقى يغلوا كده غلوتين 3 مع بعض، وبعدين هطفي عليها. عملت بقى الارضيه بتاعه المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين، جميل قوي اهو. وهبدا ان انا ارص المحشي ارص العكاوي في الحله. عايزه اقول لكم ان انا مامتي لما شافت الحله قالت لي انت هتحطي المحشي فين؟
لا احنا بنحط المحشي حوالين العكاوي وفوق العكاوي، وهنرصه رصه حلوه دلوقتي وهتشوفوه، وهتشوفوه كمان وانا بقلبه في الاخر زي ما شفتوه في اول الفيديو. ده الصوص اللي نزل من العكاوي بقى لما بدات تهدى كده، ايه حطيته عليه. طيب تعالوا بقى ورق العنب. انا بحب الورق الصغير قوي في ورق العنب يا جماعه، مش عارفه انتوا زيي ولا لا. يعني بحب ورق العنب كده تكون صغننه كده ويعني شكلها حلو، الواحده كده على قد مره بتاكليها مش تقطميها. بس طبعا اضطريت ان انا اعمل بقى شويه كبار في الاول علشان خاطر يعني انا عندي برضو يعني الناس من اللي بتاكل معانا بيحبوا المحشي يكون كبير شويه والمحشيه مقلبظه كده، فعملت من ده ومن ده. خلي بالكم ان الورق ده الصغير ده كان كبير معايا قوي، قسمته على 3 بالمقص. يعني هي الورقه مش جايه مهريه او صغيره عشان ما تفتكروهاش فيها حاجه يعني. بس بقى وحشيت بقى المحشي زي ما انتوا شايفينه كده، وهتلاقوا الحله كلها اتقفلت دلوقتي وزي الفل، والشوربه بتاعتنا اتعملت والعكاوي اتشوحت. عايزه اقول لكم ما تخافوش، العكاوي هتستوي وتبقى دايبه جدا 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 مع ورق العنب. مش عايزه اقول لكم بقى الاضافه اللي هي بتضيفها، انا مش عارفه انا قلت لكم ان انا ضفت على الخلطه بتاعه المحشي دبس رمان ولا لا. ضيفوا دبس رمان على ورق العنب، خرافه، حاجه كده يعني من ورا الخيال. هحطه بقى يستوي على النار لمدة ساعتين. يعني انا خلاص قفلت الحلة كانت كده استوت، بس مش عارفة المقطع ده ما جاش لي في الفيديو. هحطه على النار يغلي ربع ساعة وبعدين اهدي عليه النار خالص، تمام، لمدة ساعتين. يعني بعد ربع ساعة من ان انا رفعته على النار هقوم هدياها بقى وهدي، يعني اهدى عين عندك ساعتين 2 بعد ما تسقيه الشوربة كده وتهزيه. عايزة اقولك بقى ان هو طالع دايب، بصوا شكله عامل ازاي بجد، يعني حاجه كده طعمها حلو. انا جعت. المحشيه بقى دايبه ازاي، وشفتوا المحشيه الصغننه اللي انا بقول لكم عليها دي، هو ده المحشي الصغنن، بجد حاجه جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون دايما فيديوهاتي خفيفه عليكم. اتمنى ان انتوا تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. انا عايزه القناه تتشاف، فهتتشاف بيكو، يعني الشير بتاعكو هو اللي يخلي القناة تظهر. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد وبوصفة جديدة تكون برضو حلوة كده ويعني زي القشطة زيكم. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.